مساء الفل. عارفين انتوا لما بتبقوا صاحيين مره كده من النوم حاسين ان انتوا عايزين تفطروا فطار رايق، بس في نفس الوقت مش عايزين تقفوا في المطبخ كتير؟ هو انا كنت كده النهارده بالظبط. وبالمناسبه دي هكلمكم عن اساسيات في التلاجة هتساعدنا ان احنا نعمل الموضوع ده بكل سهوله وقت ما تبقي صاحيه كده زهقانه وعايزه تاكلي حاجه بسرعه. انا كان عندي لانشون وجبنه رومي، فده اللي ساعدني، وكمان كنا عاملين كبده قبلها، فكنت جايبه عيش فينو، فبالتالي كان عندي عيش فينو متبقي. طبعا العيش الفينو بجد لما بتحطوه في الفريزر وتطلعوه دقيقه بس في الميكرويف او من غير ميكرويف بيطلع زي ما هو بالظبط، يعني ولا بيبرول كده ولا بيتقطع ولا اي حاجه، بس يكون متجمد، يعني حاطينه في الفريزر مش في التلاجة. ولو فاتحينه بالمقص الاول وبعد كده حطيتوه في التلاجة يطلع اسهل كمان. تمام. فانا هنا بقى كنت عملت كده سندوتشين جبنه رومي وسندوتشين لانشون، ومعاها هنعمل بيض. انا طبعا ما كنتش لوحدي، فعلشان كده يعني تفتكروش ان انا اللي هاكل الكميه دي كلها، بس الفكره ان الفطار ده بجد ما اخدش 5 دقايق معايا. من الحاجات بقى الاساسيه معاكي في التلاجة عشان تعرفي تعملي كده، هي اول حاجه من الجبنه البيضه، ده اساسي. عارفين انتوا وقت كده ما ابقى مثلا مش عايزه اعمل فطار وعايزه اكل اي حاجه، كيس شيبسي مع الجبنه البيضه دي وخلاص انا كده تمام. جبنه وطماطم وخيار، اي حاجه من الحاجات دي. فالجبنه البيضاء اساسي معانا، واللانشون والجبنه الرومي برضو خليهم كده في التلاجة كل فتره، يعني كل فتره جيبيهم بحيث ان هم يكونوا موجودين، حتى لو خلصوا يوم يومين بس اغلب الايام يبقى موجود عندك، بحيث ان انت هتخرجيها. مثلا سندوتشات الجبنه الرومي السايحه دي بتنقذني في العشاء تقريبا لما ببقى مش عارفه برضو اعمل ايه. هو سندوتش جبنه رومي بيتسيح عليه فلفل متقطع، ده كده انا رايقه وتمام مع كوبايه شاي زي الفل. يبقى الجبنه بيضه وجبنه رومي واللانشون، وانا بحب الجبنه السلطه بس دي مش كل الناس بتحبها، فانتوا بقى لو عايزين تزودوا. وبرده اهم حاجه ان يبقى موجود البيض. انا هنا عملت بيض وكنت مطلعه معاه عيش شامي كنت عاملاه برده، هنزله لكم ان شاء الله قريب. انا بحب لما اعمل البيض ما بسيبهوش كتله كده، يعني مش بحب البيض العيون. انا مش عارفه هو بيختلف فعلا في الطعم ولا لا، لان في الاول في الاخر بيض، بس فعلا لما بقلب البيض زي ما انتوا شايفين كده ما يكونش ليه ولا شكل ولا منظر تحس ان يعني انا بحس ان طعمه بيكون احسن من البيض العيون، ان انا اسيبه كده واعمله. والاومليت بيبقى مختلف تماما حتى لو ما ضفتش عليه اي حاجه، بحس شكل البيض بيغير من طعمه. تمام. فدي بجد الاساسيات اللي هي كفطار علشان خاطر ما تحتسيش. الجبن والبيض، وطبعا اللبن عشان اللبن بيتعمل بيه برضو حاجات كتير، ممكن ان انت يعني تخليها فطار، زي بعد كده هنعمل مخبوزات للفطار وللعشاء. وبرضو بيتعمل بيه رز بلبن، بيتعمل بيه حاجات كتيره ممكن برضو ندخلها في الفطار، اللي هو وقتها بتطلعي الحاجه تاكليها على طول. تمام. انا هنا البيض حطيت عليه ملح وفلفل اسود بس، وكده بالنسبه لي كان تمام مع شويه مخلل بقى، وبجد ما اخدش مني 5 دقايق، هو وقت عمل البيض بس. وبكده يكون خلص فيديو النهارده، ان شاء الله استنينه في الفيديو الجاي.